السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل تريليتشي، بجد طعمها خطير. وخفيفة كده، يعني ممكن تاكلوا 3 أو 4 قطع ما تحسوش ان انتوا كلتوا حاجة. هنبدأ الأول بالكيك. طبعا المقادير كلها هنكتبها في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ الأول بالبيض، هنحطه في الميكسر، ممكن نضربه عادي بمضرب كهربائي أو بالهاند بلندر. مفيش أي مشكلة. أول ما البيض يزيد في حجمه ولونه يفتح قوي، هنبدأ ان احنا نحط حوالي 4 معالق كبار من المية السخنة المغلية. هنحط معلقة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة. بعد كده أول ما الخليط يزيد في حجمه ويتضاعف أكتر، هنبدأ ان احنا نحط السكر. لما نحط السكر وهنضرب الخليط هيكون انه يبقى زي الكريمة. اول ما يبقى عامل زي الكريمة ولونه يبقى ابيض، شبه ابيض، وحجمه يتضاعف، هنوقف ضرب كده ونحط على الوش الفانيلا. وهيبقى عندي الدقيق، هحطه على النشا، على البيكنج باودر، على رشة الملح، ونبدأ ان احنا ننخله على وش الدقيق حوالي 6 أو 7 مرات، يعني على أجزاء، مش هنحط الدقيق كله مرة واحدة. أول ما نخلص كمية الدقيق على الخليط، عندي حوالي معلقة أو مكعب زبدة كبير. هكون مسيحاه في الميكرويف مش سخن. هنزل بيه على الوش واقلب بالراحة بالسباتيولا. وبعد كده هكون مجهزة عندي صينية عليها ورق زبدة، وبأي معلقة هقلب الخليط كده في الصينية عشان اساوي الوش كويس. وادخلها الفرن على درجة حرارة 160، هتاخد حوالي 25 دقيقة. وبرضو اتابع اول ما الوش يكون ذهبي نطفي عليه على طول. عقبال ما الكيك عندي يستوي، هعمل الكراميل. عندي كوباية سكر، هبدأ ان انا احطها في الكزرولة على البوتاجاز. واول ما السكر يبتدي ان هو يدوب، هقلب كويس قوي لغاية ما السكر كله عندي يدوب ويتحول للون البني الفاتح. وبعد كده هنزل بالزبدة السايحة اللي انا كنت مسيحاها، برضو مش سخنة، هي كانت يعني سيحتها يا دوب، دوبتها بس. عادي الكراميل هيبدأ ان هو يجمد كده، بس برضو مع استمرار التقليب هيرجع تاني طبيعي. وطبعا حطيت حوالي ربع معلقة صغيرة ملح، وهنفضل نقلب لغاية ما الزبدة تختفي. هننزل بالكريمة. اول ما ننزل بالكريمة الشكل هيبقى غريب قوي وهيجمد الكراميل جدا، بس عادي هنقعد نقلب. هيرجع تاني زي ما هو، يعني هيرجع تاني سايل ومفهوش اي تكتلات خالص. نستمر بس في التقليب. واول ما الخليط كله يدوب ويغلي، كده اول ما يغلي نطفي عليه، عشان هو يعني مش هيبقى تقيل قوي، بس لما هنسيبه هيتقل اكتر. فاول ما يغلي على النار والخليط يبقى سايل كده، هننقله في بولة ونسيبه على جنب ونحضر الكريمة. عندي حوالي كوباية كبيرة من كريم شانتيه او كريمة دريم دي. هننزل عليه حوالي كوباية لبن ونضربها لغاية ما الكريمة تتكون. وبعد كده هنعمل الخليط اللي هنسقي بيه الكيك. المفروض نسقي بيه كريمة لباني، بس انا ما كانش عندي، فعادي انا بدلتها بكوباية لبن وكوباية قشطة، قلبتهم مع بعض كويس، وبقى ده عندي السائل اللي انا هسقي بيه الكيك. طبعا كمية الخليط اللي انا هسقي بيه الكيك بتختلف على حسب انتوا عايزين الكيكة مسقية قد ايه. يعني في ناس بتحب عادي الكيك بيبقى
مليان لبن، ان هو لدرجة لما نيجي نقطعه اللبن بينزل في الصينية كده. بس انا مش بحب كده، بحب ان هي الكيكة بس تبقى طرية جدا، بس مش لدرجة ان اللبن يخر منها. ده عندي شكل الكيك، شايفين الوش ذهبي ازاي. ممكن هبدأ ان انا اقلبها في صينية تانية، واشيل ورق الزبدة. بعد كده ارجعها تاني في صينية، بس الوش اللي كان فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. بعد كده هشيل ورق الزبدة وهنزل عليها بالخليط اللي انا هسقي بيه الكيك. وبعد كده هحط الكريمة، وبعد ما اسوي وش الكريمة كويس في كل الكيك، هنزل عليها التوفي. هو المفروض نسيبها شوية في التلاجة قبل ما ننزل بالكراميل، بس انا ما كانش عندي وقت، بس عادي كان شكلها حلو برضو. بعد كده نزلت التوفي على الوش وحاولت ان انا اسويه. وبعد كده طبعا الكريمة انا سبت شوية عشان نزين الوش، هنعمل بيها الخطوط الرفيعة دي، هي حبة صغيرين مش كتير خالص. بعد كده بأي عصاية او عصاية الشيش تاووك دي بنعمل خطوط بالمنظر ده كده، ويبقى عندنا الشكل الجميل ده. بجد طعمها فظيع، حرفيا ما قعدتش لتاني يوم. شايفين هي حلوة ازاي وطرية جدا. بجد جربوها، طعمها بجد فظيع. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.